أعزائي متابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في تغطية للحادث المأساوي الذي شهدته محافظة مطروح قبل الإفطار يعني منذ ساعات قليلة. شهدت محافظة مطروح جريمة بشعة يعني جديدة على المجتمع المطروحي، نظرا لأن المجتمع المطروحي مجتمع قبلي ومحافظ ويتميز بالعادات والتقاليد، ولا يوجد هذه الأحداث أو الجرائم في محافظة مطروح، حيث شهدت محافظة مطروح يعني قبل الإفطار بلحظات جريمة بشعة لأم وزوجها قامت بإنهاء حياة صغير يبلغ من العمر 10 سنوات. قاموا بتعذيب الصغير في سن 10 سنوات، وتم إنهاء هذه الجريمة بدفن الجثمان في طريق مطروح السلوم. ونحن الآن من بداية طريق مطروح السلوم الذي شهد هذه الجريمة البشعة قبل الإفطار التي هزت محافظة مطروح. قامت الأم والزوجة بدفن الصغير الذي يبلغ من العمر 10 سنوات بعد تعذيبه وإنهاء حياته، ويعني إلقاء الجثمان على طريق مطروح السلوم. وهناك بعض الروايات تقول بأن هذا الصغير تم إنهاء حياته ودفنه في بداية طريق مطروح السلوم، والذي يعني قامت ب هذه الجريمة بمحافظة مطروح. نقل هذه الأحداث شهود عيان بطريق مطروح السلوم، وأكد شهود العيان بأن نبش الحيوانات في طريق مطروح السلوم هو من اكتشف هذا الجثمان للصغير الذي يبلغ من العمر 10 سنوات. وعلى الفور قاموا شهود العيان بإبلاغ الأجهزة الأمنية مباحث مطروح بهذه الأحداث التي تتم بطريق مطروح السلوم الذي شهد حالة إنهاء حياة الطفل التي كانت بسبب خلاف بين الأم وزوجها، وقاموا بتعذيب الصغير الذي يبلغ من العمر 10 سنوات وأنهوا حياة هذا الصغير، وتم دفنه في بداية طريق مطروح الإسكندرية بمحافظة مطروح، تحديدا في طريق مطروح السلوم. وتم اكتشاف هذه الجريمة شهود العيان بطريق مطروح السلوم، ونتيجة نبش الحيوانات تحديدا الكلاب لجثة الصغير الذي يبلغ من العمر 10 سنوات تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وعلى الفور تم إلقاء القبض على الأم وزوجها الذي قاموا بالجريمة البشعة قبل الإفطار، وتم حالة الجثمان إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام، وتحويل القضية إلى النيابة العامة للتصرف والنظر في هذه القضية البشعة التي تشهدها محافظة مطروح خلال هذه الساعات وهذه اللحظات. وزي ما احنا قلنا في بداية البث المباشر أن هذه الجرائم وهذه الأحداث جديدة على المجتمع المطروحي، نظرا ل يعني تشهد محافظة مطروح التمسك بالعادات والتقاليد التي تحافظ على الأسر والعادات والتقاليد، يعني تنهي هذه الخلافات بالجلسات العرفية بعيدا عن الخلافات التي يشهدها في المدن والحضر. أعزائي المتابعين في كل مكان، قدمنا لحضراتكم من طريق مطروح السلوم الذي شهد الجريمة البشعة التي
تصدرتها يعني وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الآراء التي يعني تحدثوا عنها بأن هذه الجريمة جديدة على مجتمع محافظة مطروح الذي يشهد خلال هذه الفترة بالتمسك بالعادات والتقاليد وعدم وجود هذه الأحداث في مجتمع محافظة مطروح الذي يتواجد به العرف والقبائل البدوية والجلسات العرفية بعيدا عن الجرائم التي تشهدها بعض المدن ومحافظات مصر بهذه يعني أنواع من الجرائم القتل التي شهدت يعني تعذيب وإنهاء حياة طفل 10 سنوات ودفنه واكتشافه عن طريق الكلاب المتواجدة بطريق مطروح السلوم، وأسفر الحادث عن العثور واكتشاف جثة الصغير الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة ونقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام للنظر والتصرف في هذه القضية لحين إصدار النيابة العامة قرارها ب يعني إصدار تصريح الدفن بعد هذه الواقعة البشعة التي شهدتها محافظة مطروح قبل الإفطار يعني دقائق معدودة. أعزائي المتابعين في كل مكان، كان معكم خالد جوهر من محافظة مطروح.